لو بتصحي من النوم بتلاقي منظر الهالات مضايقك، تعالي نعالجها في الفيديو ده. الهالات السوداء من اكتر المشاكل اللي بتبين ان الوش تعبان ومرهق. طب ليه نسيبها؟ ما تيجي نعالجها بسهوله. قبل العلاج هقولك على الحاجات اللي بتزودها علشان نبطلها قبل ما ندور على الحل اللي بيعالجها. علاج الهالات السوداء مش كريمات ووصفات، لانه ممكن يكون مؤشر لحالتك الصحيه او روتين حياه غلط. من اكتر الحاجات اللي بتزود الهالات النوم اقل من 6 ساعات خاصه اثناء الليل، الانيميا بتزود الهالات، التعرض للشمس اكتر من اللازم بدون صن بلوك بيزود الهالات، الارهاق البدني والتركيز في الموبايل ساعات طويله برضه بيسبب الهالات، حساسيه الجيوب الانفيه وحساسيه العين بيسببوا الهالات. تعالى اقولك على العلاج ازاي بكل سهوله. لو عندك حاجه من الحاجات اللي انا لسه قايله عليها هنعالجها. لو عندنا انيميا هناخد اقراص حديد. لو بننزل في الشمس من غير صن بلوك هنستخدم صن بلوك وهنحطه حوالين العين عادي. هننام كويس اثناء الليل، هنخفف التركيز في الموبايل ده لو عايزين فعلا نعالجها. ولو عندنا حساسيه عين او حساسيه انف دي طبعا بتتعالج عند طبيب المختص. ايه بقى الوصفات الطبيعيه اللي هنستخدمها في علاج الهالات في اسبوعين بس؟ خطه العلاج هتعتمد على 3 حاجات بعد طبعا ما اكون بطلت كل الاسباب اللي انا قلت عليها في الاول. اول حاجه هنجيب عصير ميه الخيار وهنحطه مع ميه ورد وهنحطه في مكعبات تلج في الفريزر، ويوميا نستخدم منهم مكعب نمشيه حوالين العين ونعمل بيه مساج. تاثير السائع بتاع تلج ليه تاثير كويس جدا جدا في علاج الهالات. تاني خطوه بتعملي مساج بحركات دائريه حوالين محيط العين باستخدام زيت اللوز الحلو، لانه غني بفيتامين اي اللي هو مضاد للاكسده، بيحفز جريان الدوره الدمويه حوالين العينين وبيفرق جدا في العلاج. تالت خطوه هتعملي ماسك طبيعي يوميا زي ما هقولك بالظبط. هتجيبي علبه وتحطي فيها معلقه عسل ابيض مع معلقتين جل صبار نقي او نوع نظيف، وهتحطي معاهم نص معلقه صغيره من العرق سوس. هتخلطيهم مع بعض وهتسيبيهم في التلاجة كل يوم على الرف. كل يوم هتاخدي منهم مقدار صغير قوي يكفي حوالين العين، واخلطي معاه حبه صغيرين من البن ومعاه شويه عصير برده من ميه الخيار. اخلطيهم مع بعض بحيث يعملوا قوام متماسك. سيبيه حوالين عينيكي لمده تلت ساعه واستعمليه كماسك يومي. ضروري يكون البن والخيار كل يوم فريش علشان ما يتاكسدوش وتاخدي منهم اعلى فايده. اعملي الخطوات اللي قلت لك عليها دي بالظبط، وتجنبي الحاجات اللي بتزود الهالات اللي قلت عليها في اول الفيديو. ولما تلاقي عينك نورت والهالات ابتدت تختفي ما تنسيش تدعي لي. شاركي الفيديو مع اصحابك عشان انا متاكده ان في ناس كتيره محتاجاه. ولو عندك اي سؤال اساليني في الكومنتات. خليكي ديفا، خليكي ليدي.